ليه كل الناس عايزينك تشتري بيت في أمريكا؟ الريال استيت، المحاسب، البنك، البلدر، وحتى الحكومة نفسها. كل واحد فيهم عنده مصلحة وبيزقك ناحية القرار ده. طيب ليه؟ تعالوا نمسكهم واحد واحد. أول واحد، الريال استيت، السمسار أو وكيل العقارات. ده بياخد عمولة غالبا حوالي 3% من سعر البيت. يعني لو البيت سعره 400 ألف دولار، العمولة حوالي 12 ألف دولار. تفتكر هيقولك استنى ما تشتريش؟ لا طبعا، هيقولك الحق، السوق مولع. البيت استثمار العمر. هو صح ممكن يكون استثمار، لكن لازم نفهم إن هو ليه مصلحة مباشرة. تاني واحد، المحاسب. المحاسب عارف إن فوائد قرض البيت ممكن تخصمها من الضرائب، فهو هيقول لك اشتري بيت، هتوفر ضرائب. بس خد بالك، انت مش هتوفر كاش من السما. انت الأول هتدفع فوائد آلاف الدولارات للبنك، وبعدين الحكومة تقول لك تمام، هخصم لك شوية من الضرائب. يعني مثال، لو دفعت 10,000 دولار فوائد في السنة، الحكومة ممكن تخليك تدفع أقل في الضرائب ب 3000 أو 4. انت كده لسه خسران 6 أو 7,000 راحت للبنك. تالت واحد، البنك. أهم لاعب في المسرحية دي. البنك بيحب القروض طويلة المدى، خصوصا قروض البيوت، عشان بتجيب له أرباح مهولة. نقول مثال، لو اشتريت بيت ب100 ألف دولار بس بفايدة 6% على 30 سنة، إجمالي الفوائد اللي هتدفعها للبنك حوالي 115 ألف دولار. يعني دفعت سعر بيت جديد كمان غير الثمن الأصلي. فطبيعي البنك عايز يقنعك إن البيت هو الحلم الأمريكي، لأنه الحلم بتاعه هو يكسب منك. رابع واحد، البلدر اللي بيبني البيوت. ده لو محدش اشترى منه، يقعد البيت واقف والعمال قاعدين. فالبلدر دايما هيحاول يغريك، إعلان فيه خصم، هدية، أول سنة مفيش أقساط، حاجات من دي. هو هدفه الأساسي يبيع يبيع يبيع، ومش مهم هو أنت مستعد ماليا ولا لأ. خامس واحد، الحكومة. الحكومة مبسوطة جدا لما تشتري بيت، لأنك أول ما تشتري هتدخل في سيستم الضرائب العقارية property tax. يعني مثلا، بيت ثمنه 400 ألف دولار في ولاية متوسطة، ممكن تدفع حوالي 1% سنويا، يعني حوالي 4000 دولار كل سنة. وده مبلغ بيروح لتمويل المدارس، الطرق، المطافي، إلخ. فالحكومة عايزة أكبر عدد ممكن يشتري بيوت عشان الضرائب تفضل شغالة. الخلاصة، كل واحد حواليك ليه مصلحة إنك تشتري بيت. الريال استيت بياخد عمولة، المحاسب بيقولك هتوفر ضرائب، البنك بياخد فوائد ضخمة، البلادر يبيع بيته، الحكومة تلم ضرائب. لكن السؤال مش ليه كل الناس عايزينك تشتري. السؤال الحقيقي هو، هل انت فعلا جاهز تشتري بيت؟ شكر من القلب. شكر كبير جدا لكل الناس اللي عملوا لايك، سبسكرايب، وكتبوا كومنتات في الحلقات اللي فاتت. دعمكم هو اللي بيخلينا نكمل. إخلاء مسؤولية. المعلومات في الفيديو دي مش نصيحة مالية، لازم ترجع لمستشار مالي معتمد قبل ما تاخد أي قرار. وفي الآخر، قولوا لنا في التعليقات انتوا بتشوفونا منين، ولو في أمريكا في أنهي ولاية، ولو عندك فرصة تشتري بيت دلوقتي، هتشتري ولا هتستنى؟ سلام.